سيادة الرئيس، نظرية المؤامرة أصبحت لا تجدي ولا تنفع مع الشعب المصري. أهلا بيكم مع محمد فودة في الحكاية وما فيها. دائما الحديث يتردد من قيادات الدولة ومن الحكومة ومن الإعلام المولي للدولة إن مصر بتتعرض لمؤامرة كبيرة، وده السبب الرئيسي والأساسي في عدم نهضتها. ده طبعا بالإضافة إلى مشكلة كورونا ومشكلة حرب روسيا وأوكرانيا والمشكلة دلوقتي بتاعت حرب غزة، رغم إن مصر عاشت أيام شبيهة بهذه الأيام. حرب العراق وإيران اللي استمرت 8 سنوات، اللي هي قريبة مننا هنا، فردة كعب يعني على رأي سيادة الرئيس. ورغم ذلك لم يتأثر الشعب المصري بهذا الشكل الفظيع. بعدها جت حرب الكويت واحتلال العراق للكويت، ورغم هذه الحرب التي شاركنا فيها لتحرير الكويت من القوات العراقية، برضه ما حسناش بالأزمات اللي بنحس بيها دلوقتي. فإن احنا نتكلم دايما عن نظرية المؤامرة ده أسلوب فاشل لا يبني دول. الدولة اللي عايزة تبني نفسها لازم تتخلى عن هذه الشماعات، سواء بقى نظرية المؤامرة، سواء بقى كورونا، سواء بقى حرب روسيا وأوكرانيا، سواء حرب غزة وإسرائيل. كل ده ملوش لازمة. طيب، هل احنا هنستمر على كده؟ خدنا إجراءات على الأرض علشان نقدر إن احنا نسيطر على سعر الدولار اللي شارخ بهذه الطريقة ومش عارفين نوقفه؟ هل في إجراءات عملية حصلت على أرض الواقع؟ لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي ما حصلش حاجة. طب إيه النتيجة؟ إن الدولار هيفضل يرتفع ويرتفع. وإذا كانت الدولة متخيلة إن الحلول الأمنية هتفيدها، تبقى دولة فاشلة. هذا الموضوع لن يحله إلا حل اقتصادي. تقول لي ازاي بقى تعمل ايه الحل الاقتصادي ده مش شغلتي. الدولة تستعين بأفضل الخبراء الاقتصاديين في هذا المجال وتشوف حل للأزمة اللي احنا فيها دي وهنخرج منها ازاي. ده رأيي في الموضوع. وعشان اثبت لكم ان في دول نجحت في ظل هذه الظروف الصعبة، بص على دولة أفغانستان، الدولة اللي قعد أمريكا تحاربها وتحارب حركة طالبان عشرات السنين. وبعد ما أمريكا انسحبت من أفغانستان وتركت الحكم لطالبان، اللي كان الإعلام الغربي بيسوق لنا إن طالبان دي جماعة إرهابية، إن طالبان دي جماعة ما بيفهموش في حاجة، ما بيعرفوش حاجة، ما يعرفوش غير البندقية والقتل. الناس دي تولت الحكم بعد 2.5 سنين من حكمهم، مش 10 ولا 11 ولا 15 سنة، 2.5 سنين. أعلنت أفغانستان إنها دولة بلا ديون خارجية. ده مثل قدامنا. طب المثل اللي على الناصية بتاعتنا، اللي على حدودنا، حركة حماس في غزة تحارب إسرائيل بأقل الإمكانيات
وصنعت صاروخ اسمه آل ياسين، هي اللي مصنعاه صناعة محلية، اللي دمر الدبابة المركبة الإسرائيلية اللي كانوا بيتكلموا عليها كلام ما حصلش. ورغم ذلك مكبدين الإسرائيليين خسائر فادحة في العتاد وفي الأرواح. ده مثل قدامك، حطه قدام عينيك. الحقيقة الصورة قدامنا قاتمة، الناس ما بقاش عندها أمل، وده أكبر خطر يا سيادة الرئيس، إن الناس تفقد الأمل في بكرة. في الحالة دي الناس ممكن تنفجر وتدمر البلد فعلا. ما تحطش ظهر المواطن في الحيطة وتقول له مفيش الا كده. انت بتقول له موت، خلاص موت، مش مشكلة، انت مش مشكلتي، موت. اتعلموا من القائد المسلم خالد بن الوليد لما سألوه انت بتنتصر في معاركك كلها ازاي، قال لهم دايما ما بحطش العدو في مزنق، يا يموت يا يحاربني، دايما اسيب له مكان يهرب منه. انما لو كان قاتل يا مقتول يبقى هيختار انه يبقى القاتل، وساعتها هيقاوم بكل شراسة. النهارده المواطن المصري انت حاطط ظهره للحيطة، مفيش وراه حاجة، ما يعرفش هيروح فين، هيهرب فين. فانت بتقول له انت يا قاتل يا مقتول. في الحالة دي هيدافع عن حياته بكل استماتة ضد اي حد. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. أشكركم وأشوفكم فيديو تاني إن شاء الله، وأقول لكم مع السلامة. كان معكم محمد فوده.